شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عادة كتلقى التجار ما كيفوتوش المناسبات والمواسم اللي تيكون فيها الأرباح كثيرة، ولا سيما إلا كان البيع فيه كبير وإقبال الناس عليه كثير، وكل هذا طمعا في الربح المادي الدنيوي. ولكن التاجر الحقيقي هو اللي كيتاجر مع الله سبحانه وتعالى ليديه ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة منذ خلق السماوات والأرض. وكيفاش تكون التجارة مع الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك والموسم الكريم ديال رمضان؟ يكون ذلك بالتقرب إليه بأنواع من العبادات، من التوبة النصوح وتلاوة القرآن والإكثار من النفقة والصدقة والحرص على فعل الصلاة في الأوقات ديالها إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كيستعد لها من شهر شعبان. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، على أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كما صح بذلك الحديث. وعليه خصو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح ويبعد من الذنوب اللي كتحول بين العبد وبين الخير، لأن الذنب كيكون عائق على القيام بالأعمال الصالحة، ولا سيما الذنوب اللي بينه وبين عباد الله. فإذا كان واخد ديال الناس وعنده الرزق ديال عباد الله فيعطي الناس رزقهم ويرد لهم حوايجهم، على أنه إذا كان بالعكس يعني هو كيسال عباد الله ولا الناس متعدين عليه وظالمينه، فهذه مناسبة أنه يتجاوز عليهم ويصفح ويغفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم. وقال الله سبحانه وتعالى بسورة النور: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كما أنه من تمام استقبال هذا الشهر المبارك شهر رمضان أنه لا بد من يتعلم أحكام الصيام، فيعرف ما يبطل الصوم وما لا يبطله، ويعرف كذلك المفطرات والأشياء اللي ليست من المفطرات، وكذلك الأعذار اللي كترخص ليه في الفطر والأعذار اللي ما تسمحش ليه بالفطر. فلا بد ما يتفقه في هذه الأمور هذه باش يكون الصوم ديالو صوم صحيح. وحذاري ثم حذاري من لصوص رمضان، فعندك تشغلك التلفازة على موسم الخير، يبقى الإنسان تبع المسلسلات والسكيتشات والكاميرات الخفية والتفاهة والأشياء الفارغة، ويمر عليك الموسم العظيم اللي لعله ما غاديش تعاود تركه مرة أخرى. فلهذا حرص وانتبه على أنك تستغل الشهر فيما يعود عليك بالنفع الأخروي. وقد كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن. كذلك هذا الشهر المبارك هي فرصة لا تعوض باش يترك الإنسان مجموعة من العادات السيئة بحال التدخين والغيبة والنميمة والكلام النبي إلى غير ذلك، وهي فرصة حقيقية كذلك باش يروض نفسه على الأعمال الصالحة والخصال الحميدة من الصدق والإخلاص والمحافظة على الصلوات وغير ذلك من أعمال التقوى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.